البث. صلي على النبي كده ونعمل لايك جميل للفيديو. وبرحب في بداية الفيديو بحبيبي من اسكندرية المحترم الأستاذ طه حبيبي، منور الدنيا بتعليقاته الجميلة. عشان ما أثقلش على حضراتكم نبدأ على بركة الله سريعا سريعا كده أحداثنا، عشان ما نطولش على بعض، أو ما نطولش عليكم يعني، وما تزهقوش من الفيديو. مبدئيا نبدأ بالإعلامي الكبير اللامع خالد الغندور، النجم التاريخي لنادي الزمالك أو الكابتن التاريخي لنادي الزمالك، اللي دلوقتي عنده يعني شبه كده حالة من عدم الاستقرار، يعني العاطفي ويعني الذهني الرياضي. كابتن خالد الغندور طالع بيسخر من لقاء السوبر بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، وبيقول لك ان بطل الكاس وثالث الدوري هيلاعب تاني الدوري وتاني الكاس برضه. فانا حابب ارد على كابتن خالد غندور في السخريه بتاعته ديت، والسخريه ديت المبنيه على حسره وصدمه ومراره وفوقه من الغيبوبه اللي هم كانوا فيها. هم بصراحه وقعوا في غلطه كبيره جدا وغيبوبه كبيره جدا، فهم بيحاولوا يقنعوا نفسهم ان هم مش غلطانين وان هم صح، واللي عملوا ده حاجه تاريخيه تحسب في تاريخ مجلس اداره نادي الزمالك ونادي الزمالك. طبعا دي بمساعده خالد غندور وميدو وبعض اعلام الزمالك اللي هم حاليا يعني المخ شغال في الدخول في مجلس اداره نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور. وده الفخ اللي وقع فيه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اللي هو عطى فرصه لان ناس تطلع على كتافه وهو يتزحلق كده بره النادي، وهم يدخلوا مكانه رئيس للنادي والتاني مشرف عام على الكوره، يبقى واحد بديلا لرئيس الزمالك والتاني بديلا لابن رئيس النادي. ده بالنسبه لخالد غندور. لا، خالد غندور بقى نكمل السخريه بتاعته. قال لك ايه بقى؟ احنا قلنا ان خالد غندور بيقول ان بطل الكاس وتالت الدوري هيقابل تاني الدوري وتاني الكاس. فانا بقول لكابتن خالد غندور بلاش انت تتكلم يا كابتن خالد، ده انت السنه دي لم ينجح احد، انت السنه دي نتيجتك صفر، نادي الزمالك السنه دي صفر، وحتى المباراه الوحيده اللي كان ممكن نادي الزمالك يطلع منها ببطوله انسحب منها. ويقول لك ايه؟ اعتذار وليس انسحاب، لا هو انسحاب وابو الانسحاب وام كمان الانسحاب. بس رب ضارة نافعة. نافعة لمين؟ نافعة للنادي الاهلي ونافعة لبيراميدز وضارة لنادي الزمالك. نادي الزمالك هو اكبر حد متضرر من موضوع الانسحاب، اللي هو لا تاريخ ولا حاجة بالنسبة لمجلس إدارة نادي الزمالك، ويعرفوا غلطتهم قريب جدا على المستوى او على الوقت القريب. وكلنا فاكرين النادي الاهلي لما انسحب من بطولة افريقيا 5 سنين ورجع بعد 3 سنين بعد ما عرف، او مجلس اداره النادي الاهلي عرفت الغلطه الكبيره اللي وقعت فيها، ان هي عطت فرصه للزمالك ان ياخد بطولات على حساب النادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان بطل مصر، بطل الدوري وبطل الكاس، وكان الزمالك بيروح يشارك في بطولات افريقيا بديلا للنادي الاهلي وكان بياخد بطولات. نفس الغلطه بيقع فيها نادي الزمالك، لكن المره دي اقل شويه، طبعا في فرق كبير بين البطولتين لكن هي نفس الغلطه. اولا انت هتخسر السنه دي كاس السوبر، ثانيا كمان هتتعاقب موسمين، كمان هتدفع 1,000,000 جنيه غرامه يا كابتن خالد يا غندور، وكمان انت النهارده طالع تسخر. ده انت السنه دي صفر، انت السنه دي صفر بطولات. حتى في الصالات معظم القاب الصالات وبطولات صالات خدها النادي الاهلي، ما عدا الطايره للرجال، دوري وكاس وبطوله كاس للطايره، وكل البطولات رايحه للنادي الاهلي. ده بالنسبه لخالد غندور.
نروح بقى للإعلام المحترم محمد شبانة والمحترم حازم إمام. كل الناس على دماغنا من فوق، لكن كان فيه رد جريء من الإعلامي محمد شبانة على سقطة السقطة الكبرى لحازم إمام. طبعا كل الناس المحترمة والأستاذ طه حبيبي منور الدنيا بتعليقاته، لكن احنا هنرد على التعليقات وهنتكلم مع حضراتكم في التعليقات آخر الفيديو عشان ما نطولش على حضراتكم. نقول الفيديو وبعد كده نرد على التعليقات. وصديق وحبيبي منور الدنيا من اسكندرية الأستاذ طه اللي بيشجع النادي الأهلي وسيد البلد زعيم الصغر النادي الاتحاد السكندري. الإعلامي الكبير محمد شبانة علم على حازم إمام. حازم إمام اللي كان جمهور النادي الأهلي بيحترمه وبيحبه زي جمهور مصر كله بجميع أطيافه بيحب أبو تريكة، كان برضو جمهور مصر بيحب حازم إمام. لكن حازم إمام دخل في المنطقة الشائكة، دخل في منطقة اتحاد الكورة. ولما تخش تلعب، ما تخش كمسؤول في اتحاد الكورة أو تخش تبقى صاحب منصب في مكان ما، لازم تبقى حيادي، لا أهلاوي ولا زملكاوي ولا إسماعيلاوي. في اللحظة دي أنت بتبقى مصر وبس، ومصلحة الكرة المصرية وبس، لا تيجي مع أهلي ولا تيجي مع زمالك. لكن للأسف الشديد الزملكاوية في الكرة المصرية ما يعرفوش غير الزمالك. حازم إمام، ميدو، أي حد بيطلع يتكلم في الإعلام أو في منصب في اتحاد الكورة، في الأول وفي الآخر بينزل القناع وبينكشف اللي جوه الصدور. كابتن حازم إمام غلط غلطة كبيرة جدا بإن هو وهو مسؤول في اتحاد الكورة بيغلط لجنة قضائية داخل اتحاد الكورة تخص تبع الاتحاد الكورة، يعني منظومة متكاملة لصالح نادي الزمالك. حازم إمام واقف مع نادي الزمالك ضد النادي الأهلي، وضد يعني واقف مع مصلحة الزمالك ضد مصلحة النادي الأهلي ومصلحة اتحاد الكورة. وبكده أصبح إن هو ماهوش حيادي ولا يؤتمن على منصب موجود في اتحاد الكورة. ويجب على حازم إمام إنه يقدم استقالته فورا، لأن قناع الحياد وقناع أقول إيه النزاهة خلاص ما بقاش موجود يا كابتن حازم. وروح الإعلام تاني، بس برضو لو رحت الإعلام واشتغلت في قناة محايدة برضو جمهور النادي الأهلي عمره ما هيصدقك، لأن أنت خلاص بقيت مكشوف. هل أنت بتلعب لعبة انتخابية؟ هل أنت بتلعب على مشاعر الجماهير؟ يبقى احسن لك ان انت تروح تقعد مع ترابيزة نادي الزمالك او ترابيزة اعلام الزمالك في قناة الزمالك، لان انت اصبحت فاقد للمصداقية وفاقد للحيادية كمسؤول او كاعلامي.